هذه هي الشروط والتفاصيل للاستفادة من دعم الدولة للحصول المواطنين على السكن. قبل ما ندخلو في التفاصيل ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الاخبار المغربيه والعالميه على قناتكم دايلي 7 نيوز. تعتزم الحكومة المغربية تخصيص دعم مالي عمومي للراغبين في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، وذلك حسب نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث سيشكل هذا القرار قطيعة مع آلية الدعم السابقة. وبالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الخاص باقتناء السكن الرئيسي، فقد حدد المشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 شروط رئيسية لقبول طلبات الاستفادة، فيما لم يتم بعد تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفية منحها. وفي هذا الشأن فإن الشرط الأساسي لقبول طلب الاستفادة من دعم السكن أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. ومن بين الشروط المطلوبة أيضا أن يجري إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، كما يجب أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. علاوة على ذلك يجب على المقتني أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام. كما تضمن نص مشروع قانون المالية 2023 شرطا يتم بمقتضاه عدم رفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص سكن مقتنى كسكن رئيسي لمدة 4 سنوات، وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن، أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. ويأتي هذا التوجه الجديد حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز خنوش تهم الإعداد لمشروع موازنة 2023 بعد تسجيل صعوبات في تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية التي كانت تخصص لشراء السكن. وبالعودة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة، شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و 80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمنها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ومن المرتقب أن يشكل قرار الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، حيث أبانت هذه الآلية عن محدوديتها. باش تعرفوا المزيد من التفاصيل حول الموضوع تلقاوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وشكرا على الاشتراك ديالكم في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.